ومساء الخير على كل متابعين جينا كافيه. عاملين ايه النهارده؟ هعمل لكم حاجه كده خفيفه علشان حر الصيف. نعمل كفته وهنشوف هنعملها ازاي وهنحط معاها ايه. اكله كده ممكن ناكلها بالعيش سندوتشات، ممكن ناكل جنبها رز، زي ما يعجب اطفالكم. يلا بينا نبتدي احلى كفته باحلى تريكات من جينا كافيه. تابعوا معايا. هنجيب بقى عندنا كيلو لحمه ويكون فيها نسبة من الدهون شوية اهو، وهعمل بصلاية حلوة متوسطة واعصرها جامد من المية واحط البصل بس اهو. ادي البصل بس، اعصر قوي واحطها من غير مية اهو، ان المية دي بتفك الكفتة اهو. وبعدين اقلب واروح مزوده بقى التوابل اللي انا عايزاها. ادي شويه ملح، الفلفل، ادي السبع بهارات، وهنحط نص معلقه صغيره بيكربونات الصوديوم، او اللي ما عندوش بيكربونات يحط بيكنج باودر. ونقلب بقى على قد ما نقدر، نضربها ضرب جامد ونقلب جامد، نقلب جامد كده اهو، ندعك فيها قوي عشان البصله والتوابل كلها تدخل في بعضها اهو. سيبها بقى ترتاح نص ساعة في التلاجة عقبال ما نجهز بقية الشغل. على ما اللحمة ارتاحت انا جبتها اهو بعد نص ساعة. كنت انا قطعت بطاطس صوابع كده، بس الصوابع تبقى تخينة علشان تستحمل الحرارة. هحط صابع من البطاطس واحط صابع من الكفتة. ادي الصاج بتاعي اهو، انا حطيت دهنته سمنة، وهجيب بقى الكفتة اللحمة واعملها على سيخ كده وادملك كده قوي، يعني ادوس قوي عشان الصبع يبقى ايه ماسك نفسه. بصوا كده اهو، شايفين؟ على اي حاجة عندك بقى، على سيخ، على خلة طويلة، على خلة شوي. انا عندي المعلقة دي كانت مكسورة منها، فانا خليتها علشان اعمل عليها الكفتة، هي خشب. انتوا تقدروا تعملوا على اي حاجة عندكم اهو. بصوا الصباع عامل ازاي ومفتوح من النص. احط كده وارص في الصينية واحدة بطاطس وصبع من الكفتة، خلص الكمية كلها. ندوس عليه قوي كده واحنا بنعمل اهو، زي ما انتوا شايفين كده في الصينيه بطاطسايه واحده كفته. نكمل بقيه الكميه ونملى الصاج كله. نكون مسخنين الفرن على درجه حراره 200. حلوه قوي علشان اللحمه. برضو نحط في النص بطاطس،
شايفين الشكل كده. لفت لكم الناحيه التانيه. خلص كل الكميه، ندخلها على فرن 200. وانتوا بقى بتسووا، عايزه اقول لكم ان البطاطس دي هتاخد طعم الكفته، والولاد هيتخانقوا على البطاطس مش على الكفته، لانها بتبقى تحفه، طعمها فظيع. جربوها مش هتندموا على فكره. هتعجبكم جدا، تعجب اطفالكم واسرتكم، حلوه قوي قوي قوي. اهو حط برضه اهو. بعد ما تخلصوا ممكن تعملوا لها فحمه، بتدي بقى الكفته، بتوديها في حته تانية خالص خالص خالص. بصوا اهو. اكله سريعه، لو انت محتاره مش عارفه تعملي ايه، بتخلص في ثواني. مش عايزه اي تعب. بصوا قوي على صبع الكفته علشان يمسك في بعضه. هعمل صوابع صغيره املى بيها الفراغات اللي هي قدامنا دي، واكمل بقى في صاج تاني. كده احنا خلصنا الصاج كله اللي عندنا اهو زي ما انتوا شايفين. هدخل بقى على نار 200، فرن 200، وهتطلع. استنوني لما تطلع ندوق مع بعض، وبالهنا والشفا. ده منظر طبقنا بعد ما طلع من الفرن. انا رصيته الكفته والبطاطس، وحطيت شويه فلفل كده اخضر. ممكن ناكله سندوتشات، ممكن تعمليه جنبه رز، او شوفي بقى مكرونه حسب ولادك يحبوا ايه. ممكن جنبه سلطه خضراء، حاجه روعه. هتدوقوا البطاطس هتنبهروا، هتنبهروا بجد. بالهنا والشفا مع جينا كافيه. لو عجبكم الفيديو كان خفيف على قلبكم، دوسوا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد.